الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أهلي وعشيرتي وإخوتي وأحبتي في الله وفي جلال سيدنا رسول الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والتهنئة لكم بأعياد المولد النبوي الشريف والتي تتجدد ولا تتبدد، تحيي قلوبنا وتنور صدورنا وتقر أعيننا فرحا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأطمس أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد تملأ السماء والأرض وتبلغه قصده في أمته وأمنيته حتى يرضى، بجاه سيدنا رسول الله حوائجنا وحوائجكم جميعها شغل. ونحن وإياكم في ليلة الجمعة الغراء البلجاء الزهراء التي أمرنا نبينا صلوات الله عليه أن نخصها بزائد عبادة وأن نزينها بمزيد فضيلة، ألا وهي الصلاة على جنابه الشريف، إذ يقول صلوات الله عليه أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. قيل وما الليلة الغراء وما اليوم الأزهر؟ قال ليلة الجمعة ويومها. فهذه الليلة ليلة الجمعة هي مضافة إلى الجمعة، لها فضيلتها كفضيلة الجمعة من البركات والخيرات والرحمات وتنزل الفيوضات والإمداد، ذات من الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا خصها مشايخنا عليهم الرضوان من الله بأن نعمرها بمثل هذه المجالس، بمثل مجلس المولد الشريف وبمثل مجالس الصلاة على سيدنا رسول الله وأمداحه الحالية الغالية التي تصف شمائله والتي توجد سيرته والتي تنعش محبيه وتريح قلوبهم وأرواحهم. والتهنئة لكم أحبتي بهذه المناسبة، ولأهل الدار خاصة، لأخينا المقدم أحمد ولأحبابه من أبناء السلك القادري الموصول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أقول أهل البلد والضيوف، وإنما كلنا ضيوف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مائدته الكريمة التي لا يرد عنها سائل ولا يقهر عنها غاصب. فلجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له أيد تخيب، هو الغيث السكوب يفوق جودا جهلت وما هو الغيث السكوب. فنحن نتعرض لنفحات الله بأوسع أبوابها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم غامه الله في هذا المغام، جعله الله سبحانه بابا برحمته، والباب لا وصول إلى ما بعده من محتويات الدار إلا من بعد الوقوف عليه وطرغه والانتظار والوقوف على أعتابه حتى يفتح. ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. والأبواب هي قسمان: حسية مثل هذا الباب الذي يتوصل به إلى الدار،
ومعنوية كوسائطنا إلى حضرة الله من الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين. والباب عرفه أهل اللغة بأنه فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج أو من خارج إلى داخل، فلا وصول إلى الداخل أو الخارج إلا عبر الباب. والأبواب بهذا المعنى هي ظاهرة ومعلومة، وأمرنا الله سبحانه إذا أردنا البيوت أن نأتيها من أبوابها، فقال جل من قائل يأتي البيوت من أبوابها. فهذا في البيوت الحسية والبيوت المعنوية. في البيوت الظاهرة كمساكننا، والبيوت الباطنة كحضرات الولاية والعناية والرحمة من الله سبحانه وتعالى. وكما جعل الله لكل دار باب جعل لكل رحمة باب، وهذه الأبواب تنتهي في مجموعها إلى الباب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وكما قال سيدي الإمام البكري رحمه الله: ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة في الكون يا ذا العاقل في ملك الله أو ملكوته مما يختص أو يشمل إلا وضاع المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واقفة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل وأنت باب الله أي امرئ أتى من غير بابك لا يدخل. وكما قال سيدي المحجوب استغان الله من كافه بأعزب المشروب: سدت الأبواب إلا بابه فهو مفتوح على مر الأبد لم نزل نأتيه دوما سرمدا فيمد الكل منا بالبدن. وكما قال في بعض مخطوطاته: ما لي غير بابه إنه الباب المعلى ثم إني في راه مثل خيط في مسلة، حيث ما دخلت دخل الخيط وراءها. وكذلك ينبغي على الصوفي أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا المثل، يجعل نفسه خيطا في مسلة سيدنا رسول الله، حيث ما دخلت هذه المسلة تبعها خيطها، وإن لم يكن في قوتها ولا في نفاذها ولا في فعلها. مثله وله المثل الأعلى المنزه صلوات الله وتسليماته عليه في نفاذه واختراغه لحضرات الإذنان والقرب من الحضرة الإلهية الشريفة العلية المنزهة، كهذا المثل الذي ضربه هذا العابد: يخترق ولا يحترق، كما وقف في ليلة الإسراء والمعراج حينما تأخر عنه جبريل، وهو الملك المخلوق من النور المحض الذي لا شائبة فيه ولا رائبة من البشرية أو الطينية. ورسول الله المولود من بين أب وأم بجسده تقدم على جبريل في مقامات الإبتاء والغرب من الله، فتأخر جبريل فالتفت إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: وفي هذا المقام يترك الخليل خليله؟ قال: إذ تقدمت احترقت، وإذ تقدمت احترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. وفضيلة أولياء الأمة المحمدية على غيرهم أنهم منسوبون إلى رسول الله، وهم عنده كالخدم عند ملك عظيم كريم جليل المقدار، فخدمه يدخلون مداخله ويدخلون منازله ويعرفون ما فيها وينظرون إلى قوافيها
فهم مطلعون من جهة النسبة إلى مليكهم إلى ما لا يطلع عليه غيرهم من نظرائه من الملوك. فهذه هي كرامة هذه الأمة المحمدية، أنهم كما قال السيد المحجوب: ثم إني في عراه مثل خيط في مسلة، حيثما دخل النبي ووضع قدمه وضعوا خلفهم أقدامه كهيئة الخدم والحشر. وأما الأنبياء والمرسلون خلافه عليه الصلاة والسلام فهم واقفون كما قال البصيري عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة السكن، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين، وإن اشتركوا معه في صفة النبوة وبعضهم في صفة الرسالة، إلا أنهم لم يطلعوا على باطن ما عنده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مخصوص بأمته، وأمته ليست هي أفضل من الأنبياء، ولكن المزية لا تقتضي الأفضلية. وضربت هذا المثل مثلهم كخدم وحشم هذا الملك العظيم، وإن كانوا هم خدم إلا أنهم يطلعوا على ما لا يطلع عليه الملوك، وليس هذا رافعهم إلى رتبة الملوك ولا منفذ الملوك إلى رتبة الخدم. فليفهم هذا المثل في كرامة هذه الأمة المحمدية الشريفة وخواصها من الأولياء الصالحين من حيث اقترافهم من عين حقيقة سيدنا رسول الله بلا مجد ولا واصف. ما القوم سوى غوض عرفون وغيرهم همج شربوا لكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما بكين. وآباؤنا ومشايخنا هم الواقفون على هذه المعاني في الحقيقة المحمدية الشريفة، ولكن كرما منهم، وهذا أيضا مقام أقامهم الله فيه وجعلهم أبواب تؤدي إلى الباب الأعظم، فمن كرمه وشيمه وإحسانه وامتنانهم مدوا لنا أياديهم لتنوب عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة والعهد والتربية والرشد، فأخذوا بأيدينا إلى يد سيدنا رسول الله. ولولاهم ما وصلنا إلى ما نحن فيه من الانتساب الحقيقي إلى هذا الجناب المحمدي الشريف. وهذه هي رتبة التربية والنيابة عن سيدنا رسول الله، فإن جناب الحبيب المصطفى هو جناب عالي وغالي ورفيع ومنيع، لا تطيبه ذواتنا ولا تحويه معارفنا، فتنزل الحبيب المصطفى وتبدى في أولياء هذه الأمة والذين هم منسوبون إلى رسول الله من حيث السند، وتبدى في أبنائه وذريته من آل البيت النبوي الكريم والذين هم منسوبون إليه من حيثية الجسد، فكانوا نوابا عن حضرة رسول الله يؤهلون الناس لخدمة سيدنا رسول الله، ويهذبون منا ما يعيغنا ويقطعنا ويبعدنا عن حضرة سيدنا رسول الله، وهم بيننا يعيشون كما نعيش ويأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب، والأرواح والأنفس تجتذب إلى نظائرها. لأجل هذا جعل الله نبيه في صورة البشر، ولكنه اختار له أصحابه، فليس كل البشر يصلحون لحضرة رسول الله،
فتنزلت هذه الأنوار في هؤلاء السادة الأخيار لتكون المناسبة في كل زمان موجودة بين هؤلاء الأبواب وبين أهل زمانه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فهذه حقيقة الأولياء، أنهم هم نور من نور رسول الله، وأن توقيرهم هو من توقير سيدنا رسول الله، وأن الانتساب إليهم هو عين الانتساب إلى سيدنا رسول الله. وكما قال سيدنا الختم في بعض قصائده: وعنه ناب أبنى كما قد جاء يدرى، كذاك الأولياء من تبعهم نال فخرا. فهؤلاء هم أهل النيابة. الإخوان في أورادهم وفواتحهم يقرؤون الفاتحة لساداتنا أهل النيابة وجميع ساداتنا الأنبياء والصحابة وللأقطاب وللأولياء والصالحين، وهؤلاء هم أهل النيابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليهم الإشارة بالحديث: العلماء ورثة الأنبياء، وليس كل عالم وارث، إنما المراد بالعلم حقيقته لا قشره. فالمراد بالعلماء الوارثين لحضرة رسول الله هم الذين ورثوا رسول الله من كل الوجوه، لأن الوارث لا يحجب عن إرثه ويحصر في وجه من الأوجه إلا إذا أراد بنفسه ورضاه أن يتخارج من بقية الأوجه ويحصر نفسه في وجهة واحدة. أما الميراث هو حكم مشاع بين كل الوارثين، فإن ترك هالك مالا عينيا وعقارا وزرعا لا يمكن أن تحجب أحد وراثه وتحصره في وجهة دون وجهة. هم شركاء في كل هذا الجسم، له نصيب في هذا الجسم وله نصيب في هذا الجسم وله نصيب في هذا الجسم. ورسول الله جاء بشرعه بأغواله، وهو علم الديوان، وبأفعاله، وهو علم التعبد، وبأحوال، وهو علم التصوف. فالعلم الأول مثله كالبذرة، الحبة، والحبة غير مرادة في نفسها، إنما مراد منها المرحلة التي تليها وهي الشجرة. والشجرة هي العلم الثاني، والشجرة ليست مرادة لذاتها، وإنما المراد منها المرحلة التي تليها وهي الثمرة. فلك أن تقول أن العلم المحمدي الشريف هو بذرة ثم شجرة ثم ثمرة، أو لك أن تقول هو أغوال ثم أفعال ثم أحوال، ولك أن تقول هو شريعة ثم طريقة ثم حقيقة. ولا يمكن أن تصل إلى مرحلة إلا بعد أن توفي المرحلة السابقة لها حقها. ما لم تنضج البذرة ما ممكن تنبت تطلع شنو؟ شجر. وما لم يكتمل نمو الشجر لا يمكن أن تطرح ثمرة. فكذلك يجب علينا على الطريق أن نفهم هذه الحقائق، أن نحقق المرتبة الأولى وهي مرتبة البذرة أو الأغوال أو الشريعة،
وأعني بذلك العلم الظاهري، علم العبادة كمادة نظرية تدرس وتحفظ ويتفقه بها الإنسان، ومن قبلها العقيدة، وهذه كلها في مجموعها تمثل البذرة، فإن لم تكتمل مرحلة البذرة وتنضج لا يمكن لهذه البذرة، يمكن أن تزرع ولكن لا تنبت. يعني الليلة لو قطعت لك بذرة خضراء من قبل أن تنضج وينبتها أو شلتها غرستها لينة ما بتنبت، والله ما تنبت خضراء. تنبت كيف؟ إذا قطعتها خضراء ما بينبت. هنا الفاصولية خضراء خريطة زي ما يقولوها في الملاحظة، وباقي الشتيت باقوشة كله وفيها. إذا جيت بتقوم ما بتقوم، ما بتسبب تخليها بتقوم، لأنها ما نضجت، ما نضجت وما أعطت المرحلة الأولى حقها. لذلك كان شيخنا الجنيد رضي الله تعالى عنه يقول: من لم يقرأ كتاب الله ويروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من أهل الاعتدال في هذا الشأن. يحث الناس على تحقيق المرحلة الأولى وهي مرحلة العلم الشرعي، ثم تليها المرحلة الثانية وهي مرحلة الشجرة، شجرة نبتة، دي مرحلة الطريقة. ومرحلة الطريقة المماثلة بينها وبين مرحلة الشجرة تحتاج إلى الرعاية. الشجرة دي بعد تموت في مادة الموية وهذبتها من الزوايد، كل ما تجيب لها مشاهدتها دي وتطلع لها فروع بالجنب كده وخلم، ما شلتهن وهذبتهن ما بتقوم لا فوق، وإن قطعت منها الموية تيبس. فالطريقة هي مرحلة الشجرة، تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى السقاية، تسقية الثدي منتظم، وسعي الفقراء في مرحلة الطريق بالأوراد، وتهذيبهم بالآداب. دي المرحلة تحت الطريق. يعني الشجرة لسه لما نفطر هنا ما فيها شغال تشوف الزوايد والكلام المال لازم ده ما في فائدة. طب قالوا الدشة بتاعت شنو؟ بتاعت الشجر كده ده والمادة بتاعتها كلها تمشي في كلام فاضي سهل. تجيب لها فروع والفروع ينزلوا في الأرض ويقال لك تشبك هنا وتشبك هنا وتشبك هنا، لكن ما توصلك لمرحلة الثمرة. تبقى شجرة قرتوتة سهل ما عندها معنى، لابد يكون مقصر فيها شغال تهذيب طوالي، كل ما تلقى لك فيها حاجة زايدة ما عندها لازمة تقطعها عشان تمشي لافه. وتجاوبها بالسغي، فالسغي بالأوراد والتهذيب بالآداب، ودي مرحلة الطريقة. فمن أوفى هذا المقام حقه جاءته الثمر، والثمرة كمان حقها دائما رعاية من الآفات. ما يجي الطير يأكلها، ما تجي العسلة، فموضوع كبير وانتوا بتعرفوا الشغل في الزراعة بتعرفوها، لكن أنا داير نقولها من جيل يدي. وأبوابنا ومشايخنا الشريف طه قاعدين يشبهوا شغلاتكم دي بشنو؟ بالتابية، توصفوها حتة حتة. والناس دي لأنهم فاهمين بيسووا في شنو الكلام ده. تاغلنا بالدارج بعد الحش بقى الفراج ومفرات أساس وراء، شلقوه السراب عراض بقى مرور على الأفراد، يشبهوها بالتابية وبالزراعة. والكلام ده هم قالوا بالعامي، لكن ناس الإمام الجنيد والإمام الغزالي صاحب اللحية قالوه بالعبارات الراقية وفهموا به الغوم وسيروه من الله. نحن طريقنا الصوفي في السودان الناس يصفوه بالتدين الشعبي، يقولوا الناس دي قاموا كده بس قمنا كده، لكن ما في
شجرة من غير بذرة. أهلنا وأبوابنا بسطوا هذا الطريق للناس في مدايفهم وضربوا به الأمثال بالدارجية وبالكلام البسيط الوراه كلام ثقيل جدا. أنا أذكر لك مثال لنصين من نصوص الصوفية المتقدمين ومن نصوص صوفيتنا في السودان، والمعنى واحد لكن العبارة ما لا تختلف. أبونا الشيخ العبيد والبدر صوفيا الحكماء وحكيم الصوفية قال ما بتجيبوا المحبة بيجيبوا الضبط. الماضيين يزورنا في الله محب بيجيبوا ماله الشبك والحمل الماء بالقال شغل إلا فوق أهل الراية يجي يتحول في أهل الراية ما جبنا الماء جابته المحبة بيجيبوا شنو الضبط. سيدنا ابن عطاء الله فتنزل في حكم قال من لم يأتنا من باب الإحسان قيد إلينا بسلاسل الامتحان. نفس الكلام نفس المعنى اللي قالوا الشيخ العبيد ده يا هو المعنى اللي قالوا سيدنا ابن عطاء الله فتنزل في حكم. ولو تتبعت هذا الكلام اللي بيقولوه مشايخنا ويقولوه أبواتنا ويقولوه حداتنا ومداحنا إلى هذه الحضرة المحمدية الشريفة تجده في بطون موسوعات التصوف الراغب المبني على العلم وعلى تصحيح النية والتوجه إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام عشان تعرف إنه لو كانت هذه الشغلة ما واحدة ما بتطابق العبارات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن زي ما قلت لك هؤلاء المشايخ وارثين الأنبياء، والأنبياء أرسلوا بألسنة أقوامهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهم عبروا على ألسنتنا عايشين وصدنا. يمكن لو قالوا لنا ثلاثة الامتحان دي وهنا يمكن ما نفهمها، عشان كذا قاموا عجنوها وقطعوها لنا مالا على حسب مواعيدنا وعلى حسب أذواقنا. وقالوا سيدنا الشيخ العبيد في هذا الجانب كان وارث مقام سيدنا ابن عطاء الله في الحكم، لكن اختلفت القوالب. الجانب ماله اختلف لكن المادة ماله واحد. فقال كان عنده درس يفسر فيه حكم ابن عطاء الله بالبلدي، والشيخ ماله أمي، وكتاب ابن عطاء الله يستغلق على الكمل من العلماء. فقال عنده فقير يجي يقعد الفقير كده في المتن والشيخ ماله والشيخ يشرح. الشيخ المتن ندوه ما بيقرأ لكن قلبه ماله مليء بهذا النور المحمد الشريف، كذلك النور الذي نزل على قلب ابن عطاء الله. فقال واحد من علماء الظاهر بوراه قال شوف الرص البرانة ذول أمي كيف يفسر كلام عالي زي ده رص ماله رص برانة. فالكلام ده قالوا في خاطره، والبلد لا فيها نور لا فيها كهرباء لا فيها بتاع، يقولوا بالتجابة بالحق. والبيورة قاعد ورا الشيخ وفي خاطره قال شنو؟ قال شوف الرص البرانة. فالشيخ التفت وخلى الشرح قال له قول الكريم بيه خف، قول الكريم بيه خف الثمرة بتاعت هذه الشغلة. شغلتنا دي كلها ثمرتها في شنو؟ في هذا الاختصاص وفي هذه المواهب من الله سبحانه وتعالى، وهي التي عملتها بقولي الأحوال. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن غوالا فحسب ولا فعالا فحسب، إنما كان غوالا فعالا حائز أحوالا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحوال هي المحتاجين لها. الآن الناس الماكسين كتب ويدرسوا في المتون ما لهم حد، والناس الماخذين الطرق وشغالين في المرحلة بتاعت الشجرة دي ما لهم حد بفضل الله سبحانه وتعالى، في كل يوم ذلك فضل من الله ونعمة. لكن المفروض شنو؟
أو النادر شنو؟ النادر هذه الأحوال. وأبوابنا الأسلم الوثنية وأسلموا النصارى ودخلوا الجبال وتكلموا مع العجم وجابوا البعيد. أبونا الشيخ المكاشفي ندهته قال يا المنجلب يا جبتهم من شلوك. الشيخ كان شلكاوي، العرب لغة الشلوك شنو؟ الشلوك كانوا عرب، فالعرب لغة المكاشفي شنو؟ دي ما لغة لسان، دي لغة روح، تتكلم روحه إلى أرواح هؤلاء العجم من غير لغة، تطلق فيه النور كده يدخل في هذه الصدور والغلوب، يشيل الوسخ اللي فيها برا كده وماله يبثق هذا النور في محل ما كان من الظلام وما كان من الأدران. وكان من كرامات سيدنا الإمام أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه أنه كان يأتيه العربي مع الخلا يقول على أقدامه ليل بعير من أول النهار فلا يمسي عليه الليل إلا وهو ينظر في اللوح المحفوظ. ده يقروا كم كتاب عشان ينظر في اللوح المحفوظ، داير له كم زمن. احنا بنعرف في كتب بالجريد العربي بالجريد الانجليزي تصبر عليها بتتعلم، لكن كتب تجريد اللوح المحفوظ دي مخافي. لما لا؟ دي الانوار المحمديه، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، ما في سطور، في صدور. نحن المحتاجين له ده علم الصدور. حبوا اخواننا الفقراء جميعا يعلوا الهمم ولا يرضوا بالأدنى، وعندهم الكثير. في الله متسع وفي رسول الله متسع وفي مشايخنا ومرشدينا متسع، هل عندهم ما كمل؟ نحن ليه نرضى بالمركبة الدون؟ ليه صاحب الورد بيظل على ورده لحد الطريقة ما يعلم؟ ما يمشي للشيخ يقول له يا مولانا تجيب لي الشغله دي شويه، انا عندي همه. ليه انت تبقى تاجر تشاشه ممكن تبقى تاجر اجمالي؟ هسه علينا في السوبر لو قالوا لنا افتح لك دكان جمله ولا نديك كشاشي شايل طبق وحايم بيقول ادوني الجمله. في الدنيا في شنو؟ في همه، لكن في اللي يطلع ماله في نوم. في اللي يطلع في نوم. والواحد فينا يموت ابوه القيامة تدور في طين وفي بقيرات وفي حاجات. يموت الأخيار من آباء الأرواح والغلوب. فتسلم سلمة في دين الله لا تستطيع إلى يوم القيامة. زمان المشايخ الكبار المحسنين كاوشوا في عينات الرجال كفوهم في ثوبهم، ما نقول بحدث أبواتهم، بس الغادي لهم مالا اللي يقول سيدة غافل منها ومو مستاهلة مالا يغير يتناولها غيرة على أسرار الله وغيرة على عطاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في يوم الله يفتح. اللي هيلته اللي ده فيه تطرطش نطريف بها ماله بيرقص بها. نحن حددنا حلالنا بلالنا اللي احنا دخلناها بإذن من أصحابها وقفنا فيها وما تقدمنا. أنا بقول هذا الكلام ونحن كلنا زي بعض، يعني ما فينا من هو مبرأ من هذه الأشياء. والحتة دي يا أخواننا هي جابت المشاكل اللي سبقوا فيها. زمان الناس لما كانت الأحوال دي الناس بيخرجوها وفي ثمرة لهذه العبادة. قراية كثيرة ما كانت فيه، مدارس ما في، جامعات ما في، كان الدكتور دي أصلت مع ظروف ما أصلت مع تخصص ما في، الفقراء الله بس. وضربوا الخليات دين، سيروا العجل، سيروا الأميين والجهال. الواحد ها أنت وهو
وما تطول تربص ولا زمان، مواعين نظيفة والهمم ماله عالية، همم عالية، وعطاء الله واسع. الصحابة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له سمعنا أن عيسى ابن مريم مشى على الماء، قال لهم لو ازداد يغيرا لطار في الهواء. قالوا له ما حسبنا أن رسول الله مغفر، الكلام ده نحن دارينه فينا، نحن ما دارينه في الرسل. فتبسم النبي وقال الله أعظم أن يدرك شأنه أحد، وفوق كل ذي علم عليم، وما من مرتبة من الكمال إلا وعند الله أفضل منها، والكامل يقبل الكمال. اللطف بيبقى في الكمال ده ماله قابل لشكل ما هو أكمل منه، والناقص يقبل النقص. بدأت تخلي أورادك بعد شوية بتخلي نوافلك، بدأت تخلي نوافلك ثاني اللي يطلع الفريضة بتبقى في تلك معك. فالإنسان ما يفتح لروحه باب النقص ولو على القليل، خير الذكر ما دوم عليه وإن قل، وغمرات الماء لو دام سقوطها على الحجر لسغبته. فالمواظبة في الأذكار مهمة، تصحيح النية والمعتقد مهم، توجيه الهمة والخاطر مهم. سيدنا الشيخ الطيب البشير رضي الله عنه قال في بعض حكمه: لا تطلبوا من الشيخ أن يكون خاطره معكم، بل كونوا بخواطركم مع الشيخ يكون الشيخ معكم بخاطره. لذلك قصة المغناطيس مع الحديد، يعني الليلة الخشب الحطاها يطلع فيه خشب، إن جبت لها مغناطيس قدر الساون ده وربطتها فيه لا باك، الخشب خشب والمغناطيس مغناطيس، ما في غالبية، ما في غالبية. العيب في المغناطيس، العيب وين؟ في الخشبة. الخشبة ما فيها غالبية، إنها تجتذب وتقتبس وتأخذ من هذا المغناطيس خاصيته، فلو قعدت معه لا يوم القيامة. الخشبة خشب والمغناطيس ماله مغناطيس. لكن جيب لك إبرة صغيرون وجيب لك مغناطيس قدر حجر الساعة وخدتهم مع بعض وأدركهم مع بعض، ذلك مستمر وفي اتجاه واحد، بعد شوية الإبرة ده بتبقى مغناطيس. لوجود الغالبية في الإبرة، إنها هي والمغناطيس بالمعدن ماله واحد، وحصلت الشروط، حصل الافتكاك المستمر وفي اتجاه واحد، ما في شنو، ما في تخريبا. وده مطل الطريق، انت داير تبقى ده شيخك الجوهر. خلي نيتك وخاطرك مع الشيخ، مش تقول للشيخ خلي خاطرك معاي، انت تكون بخاطرك مع الشيخ. احرص على مراضيه واحرص على اوراده، وقته ووقت تلاميذه واخوانك في الطريق، لانهم هم غبت من نور الشيخ. ولولا بركة الشيخ، ولولا فيض الشيخ، ولولا مرض الشيخ ما بتتعارف. إذا توفر في إخوانك شنو؟ شيخك. وأهل التوفيق في هذا الطريق تجدهم يوفون مقام الأخوة حقه. الكلام ده المشايخ قالوا كتبوا وصلوا الأخوان ببعضهم. سيدنا السيد أحمد التجاني في بعض كتبه قال ملاقاة الإخوان، أو قال الأحباب، فالعبارة بتاعته ملاقاة الأحباب والغزي إخوان الطريقة، يعني هي أولى من مواظبة الأحزاب. الأحزاب الأوراد، موالاة الأحباب أولى من ملازمة الأحزاب، لأن الأحزاب تغضى وملاقاة الأخوان لا تغضى. وردك فات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته ورده من الليل فأداه من النهار كتب له كأنما أداه من الليل.
طيب الأخوان يتلموا قالوا مولدهم قالوا حضرتهم عملوا راتبهم وفاتوا خموا وكتبوا الله قاسمة دون وفاتين كانت يبتهم وين. وواحد من مشايخنا قريب العصر وهو الشيخ محمد عثمان الزبير العالم المشهور جزائر سيدنا الشيخ الفاتح الشيخ رحمه الله في مسيده في أوراد في فترة أوراد ما بين العشاءين. فالشيخ قطع الجلد وقام استقبل هذا الضيف والضيف كان اعتذر قال له والله يا مولانا أنا ما قايل الساعة دي ساعة أوراد. قال له الأوراد بنقضيها أنت ثاني اللي في كويس الأوراد اللي أنت ما قاعد فاتت ما بين العشاءين خلاص عملها بعد العشاء. لكن ملاغات هؤلاء الإخوان واللغاء لغاح زي النخلة دي لما تدور ثمرتها تتماسك بتلقح بشنو؟ بتلقح من الذكر شيل منه ترفع شنو؟ تشتت في طبيعة النخل بعد جمالة تمسك وتبوه. قالوا لغاء الأخوال لغاح لأن ما من إنسان يجالس أحد إلا وأدخل عليه من حاله بمقدار غالبية ذلك الإنسان. وشايخنا في الجانب ده سيدنا الشيخ عبد العزيز الدباغ قالوا لو في زول حريص ومتمكن في مقامه وجمال بجيبله تجد كل من جالسه أو نظر إليه أو استمع إلى كلامه تأثر بهذا الكلام وإن ما تكلم بس بالنظر تجد أثر في شنو؟ في جلساء. تعدى في زور بمسك وفي زور بفك حسب الغالبية حسب شنو؟ الغالبية. قالوا لدريتين إذا كان سلط خطير جدا شوف الكلام ده زول لص وقاطع في شغلته ماله باتع ودخل له بلد. قال لو كان في طفل بيرضع في ثدي امه او بهم بيرضع في ضرع امه وعنده كميه محدده من اللبن مثلا نقول بيشرب رطب بمجرد مرور هذا الانسان اللي بيخمش الماء حقه قال هذا الوليد ماله يزداد في رضعه جسر يعني الرز زي الكهرباء دي نفسي اقول له ما لا تكهرب. فعشان كده سيدنا النبي عبر عن الكلام ده قال شنو؟ قال الارواح واجناد مجنده ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقال عليه الصلاه والسلام المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. فهذه الملاغه هي لغاح لهذه الأرواح. هذه الملاغة هي شنو؟ لغاح. وأسيادنا قالوا ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. إحنا عندنا الفرح اللي يتلوي يربطوا مع أخوه ياتوا العديد بعد شوية هداته ماله يبقى عديد لكن داير له شرطين. الشرط الأول يكون هو غادي لشنو؟ غادي للاستعدال ما يكون يبي يكون غادي للاستعدال. وثانيا ماله يربط ربطا مسكا. فطالما هؤلاء الإخوان هم مثل ذلك الغصن المستغيث أنا داء في عوج اللي تلميت عليهم ماله يتربطهم شديد ببقى مالي ببقى عديد. ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. وده مشايخنا عبروا عنه يا شيء قالوا بدوك لها إخوانك شيخك ما بديك. ليه؟ لأنه بينك وبين الشيخ برضه في مسافة لكن بينك وبين إخوانك المسافة كانت تكون متساوية. لأن لو دار اربط لي فرع مع عود هذا مش هربطه في شيء قدر العمود ده. لكن نجيبه لا بيتنكس بشوف له ماله بشوف اقرب فرع مناسب ليه
وبربطوا فيه. فالشيخ ده زي الشجرة الشامخة العالية أصلها ثابت فرعها في السماء، لكن عنده أغصان زي اليهود. فلما يربطوا مع الغصن العجيب أخوه الأعوج ربط محكم بيتعدي العوج، لكن البيه بس ثاني عوج ما تصلح إلى الناس. عاذنا الله وإياكم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة الأحباب، ما ذكر هو مجالسة ومؤانسة، وليس هو محاضرة أو درس على أسس وقواعد العلم والتعلم، إنما هي مذاكرة إخوان ومباسطة أحباب جالت بها رحمة الله وخير سيدنا رسول الله ومدد أوليائه. وإن كان فيها من خير هذا ما تستغيناه من أرواحكم الكريمة الطيبة، وإن كان من غير ذلك فمن عند أنفسنا والشيطان، وما كنا للغيب بحافظين. قبل أن أختم هذه المجلس نترحم على آبائنا وعلى مشايخنا وخلفائنا ومقدمينا الذين فتحوا أبصارنا وبصائرنا على هذا النور المفاضل. وكانت هذه البلدة تعج وتضج بآثارهم الطيبة وأرواحهم النبية التقية، وكانت الأذكار والأوراد لا تغيب عن هذه البلدة، وكان الله يدفع بها البلاء ويرفع بها الغلاء والعناء عن الناس. وكانت الأنفس أطيب والقلوب أرحب، وكانت الهمم أعلى وأنبل وأغلى، ورحل معهم خير كثير، والوفور حاصل من الغائب ومن السامعين. فنحن والله ما زي الكتاب، لا في علم ولا في عمل ولا في الثمرة جابوها من هذا العلم ومن ذلك العمل، لكن ما نحن فيه من الخيرات والبركات هي بقية أنفاسه. تدري الحركة والبلباط الحاصل بما لا هي بقية أنفاس هؤلاء الصالحين. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى كما رفعهم إلى حضرته أن يخلفنا فيهم خيرا، وأن يرينا في إخواننا جميعا خيرا. وسعدنا والله ونحن في رحاب أخونا المقدم أحمد إلى هذه الجلسة والتي هاجت فينا شجونا وأعادتنا إلى زمان بعيد طيب كانت فيه الصوفية في هذه المدينة العريقة على هذا النحو. هذا المجلس ذكرنا مجالس مشايخنا وآبانا وخلفائنا ومقدمين الفاتح. فهكذا هي هذه البلدة أصلا. الطرق الموجودة فيها هي موجودة الآن. كنا نراهم جميعا، والله ما كنا بنعرف انه يظل عنده طريقته بلاه ولا عنده مشرب بلاه ولا عنده شيخ بلاه. تراهم في مسجد الختمية يقول الناس كلهم ختمية، وتراهم في زاوية التجانية يقول الناس كلهم تجانية، وتراهم في حلقة القادرية مع المقدم تقول الناس كلهم قادرية. وهذا الأثر نحن لازم نحتفل بالمولد بهذه الكيفية. يجوا التجانية يقولوا مولدنا المغرب، يجوا الختمية يقولوا مولدهم بعد العشاء، يجوا القادرية كمان وقت الصباح، وما عندنا خيم ولا عندنا زوايا، كلنا بنحتفل في محل واحد. وهذه المسألة يا أخواننا دلالة على فحص آبائنا وأسلافنا إلى أن هذه الرسالة رسالة واحدة. يعني ده فهم. وأنا أذكر إلى عهد قريب شوية يعني سووا المتم محافظة وجابوا لنا أول محافظ اسمه إبراهيم يحيى، وجانا ومشى لإخواننا التجارية ومشى للمقدم عليه رحمة الله، وقال نحن دايرين ندي أي طريقة خيمة
جنب المحافظة وننور عليها، يجيب لهم فيها الكراسي، يجيب لهم فيها مكبرات الصوت، وندعمهم بالمواد التموينية، ومن ضمنهم الحكومة تأخذ خيمة. يعني نبدأ كم؟ 4 خيمة، خيمة للدولة وخيمة للبادرية وخيمة للخلفية وخيمة للتجارة. فالجميع قالوا لي لا، احنا المسألة دي لقيناها تجي، قال لنا تشكيلة، ما دايرين صيام، ما دايرين كلمتنا تتفرد، ما دايرين برنامج يتوزع، ما دايرين يزول ينفرد. ووظفوا بعض الشباب ذلك الجيل. يعني اليوم بنسمع نغمات زي دي، قالوا المعتمد ده كان داير يدينا الميدان الفوق للسوق ده اللي هو الان فوق وظل حتى المرور والكهرباء والاشياء قدام مدرسة السلام. فقالوا انتم ضيعتوا الفرصة، كان ممكن يبدأ للأجيال وتحتفظوا به وكذا. نحن نودر الأرض لكن ما نودر القيم. هذه القيم التي ربطت بين هذه القلوب أنا أراها أمانة من الآباء، ووصلتنا بأقدار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الجيل، يجب أن نحافظ عليها. ما لدينا أرض، ما لدينا أرض، ما لدينا ميدان، ما لدينا ميدان، لكن حافظنا على قوتنا وحافظنا على وحدتنا. وهي رسالة لكل الناس الواقفين في الرصيف يتفرجوا إنه على الطريق رسالة واحدة، وهم يمثل جوهر الإسلام الذي قال فيه النبي: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فنحن كلنا نتكافئ ونرى أنفسنا عيال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخدام لحضرته. فأنا أوصي نفسي وإخواني على المحافظة على هذه الروح الطيبة الكريمة، وعلى تعاون أهل الطريق، وأن يكونوا وحدة واحدة يجابهوا ما يعتريهم، ويكونوا عونا لبعضهم البعض في الخيرات. وأخونا المقدم في هذه الليلة أحيا هذه السنة من سنن الآباء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى له القبول ولإخوانه جميعا كذلك، ونسأل الله لأهل الطريق زيادة في قوتهم، وزيادة في وحدتهم، وزيادة في تضامنهم، وزيادة في ترابطهم. ونسأل الله أن يشرف معنا من اختلف إلى حضرة الله في الأجر، وأن يجعل من بعدهم خير خلف بخير سلف. نسأل الله أن يشغل قلوبنا وألسنتنا بذكره، ونسأل الله أن يشغل قلوبنا وألسنتنا بذكر رسوله، ونسأل الله أن يشغل قلوبنا وألسنتنا بذكر أوليائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يشغلنا بأنفسنا، وأن لا يحجبنا بهوانا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله لأهل هذه البلدة جميعا دوام النعمة وشمولها من غير سراء مضلة ولا ضراء مخلة، وأن يبارك الله لهم في زرعهم في حسه ومعناه، وأن يرفع لهم من الأعمال ما يضر به عين سيدنا رسول الله، وأن يجعلنا وإياكم جميعا محل نظر سيدنا الحبيب المصطفى ومجلى فيضه، ويجعلنا وإياكم من أعينه الباصرة الناظرة، وأن يجمعنا به يغضة ومنامة، وأن يعرفنا بحقه ورتبته، وأن يجمعنا أبدا في طاعته وخدمته، وأن يجعل هذا الجمع الكريم مجموعا أبدا في الخير والرشد والهدى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذين إذا نظر إليهم سكن غضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم قولي بالصلاة العظيمة: يا ربنا صل وبارك وسلم على المصطفى والآل والصحب دائما صلاة الفصول المسكرة المفخمة يطيب بها كل الوجود ويتلألأ بالسر وبركة الفاتحة. نسألكم الفاتحة على نية الشفاء يا شافي كافر. يا رب يا رب يا رب. إلى الله خير الجزاء شيخنا العزيز الخديم على ما أعطوه من كلمات طيبات.